هل قطع حبل الوصل مع الجزائر على خلفية تعيينكم المغربية السيدة أمينة سلمان ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي؟ السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم خوتي خواتاتي. فيديو جديد كما عودناكم، فيديو بخصوص الرئيس الاتحاد المغاربي الطيب بكوش اللي كيرد رد حاسم على نظام الكبرانات، وكيقول لهم نتوما من 2016 ما خلصتوش وسحبتوا دوك الممثلين ديالكم، ورغم ذلك قال لهم ما كتخلصوش، ولكن الممثلين ديالكم خداو الاجره ديالهم وسحبوهم. يعني ما بقاوش من اللي هذا. قال ليه واش هل الجزائر جزء من الاتحاد المغاربي؟ ما يمكنش. المهم الخوت رد حاسم من طيب بكوش في لقاء مع فرونس 24. نخليكم مع الفيديو ونتلاقاو منه. ريس مع السيد طيب البكوش الأمين العام لاتحاد المغرب العربي. سيد طيب البكوش، أهلا بك ومرحبا وشكرا جزيلا لك على تلبية هذه الدعوة. هل قطع حبل الوصل مع الجزائر على خلفية تعيينكم المغربية السيدة أمينة سلمان ممثلة دائمة لاتحاد المغرب العربي لدى الاتحاد الإفريقي؟ لا معنى للقطع. لماذا القطع؟ الجزائر جزء من اتحاد المغرب العربي، ولم يصلني أي موقف من الجزائر من أي مسؤول رسمي حول هذا الموقف. بكل ما سمعته هو في الصحافة الجزائرية، أو ما جاءني من الاتحاد الإفريقي نسخة من مذكرة منسوبة إلى سفارة الجزائر بأديس أبابا، لكن لا شيء وصلني فيما يتعلق بالموقف الجزائري الرسمي كما يجب أن يكون بالنسبة إلى تقاليد الدبلوماسية وبالنسبة إلى طرق عمل الأمانة العامة واتحاد المغرب العربي. طيب، فنحن نتراسل ونعبر عن المواقف. دكتور، الجزائر ترى في هذا التعيين خدمة للمغرب، تقول إن ولايتكم انتهت. ما ردكم على ذلك؟ وما الذي حال دون استشارة الجزائر بشكل مباشر وتغليب حلول توافقية تفاديا لتأجيج التوتر؟ أولا، الموضوع ليس جديدا. الموضوع يرجع إلى سنة 2018 عندما حضرت أول قمة إفريقية، وكان باتفاق وبطلب من رئيس الاتحاد الإفريقي، باعتبار أن ذلك هو المعمول به من جميع التجمعات الإقليمية 8، ونحن كنا متخلفين في ذلك. فجميع التجمعات الإفريقية 7 الأخرى أمضت على مذكرة تفاهم مع الاتحاد الإفريقي منذ سنة 2008 وعينت ممثلها، ونحن تأخرنا، وتم الاتفاق في ذلك علنا منذ 2018، ولم يأتني منذ ذلك الوقت أي اعتراض أو احتراز. علنا على شخص محدد سيد طيب البكوش؟ 19. لا، المبدأ فقط في ذلك الوقت. اتفقنا على المبدأ، لم أعين بعد أحدا، إلا التعيين سيكون عندما ينضج الموضوع. تعطلنا نتيجة كوفيد-19، والآن توفرت الظروف لذلك، والتعيين ليس بالضرورة أن يكون دبلوماسيا مغربيا، لكن باعتبار أن المغرب تمثل، كل بلد عنده 3 دبلوماسيين. إدارة الشؤون الاقتصادية ترجع إلى المغرب، هذا قرروه منذ التأسيس، ليس أنا الذي قررته. طيب. ولما كانت التجمعات الإقليمية هي تجمعات اقتصادية، فرأيت أن يكون المدير مدير اقتصاد في الأمانة العامة. كيف ستتعاطون الآن مع هذا الرفض الجزائري؟ عفوا، لا يوجد لا معنى لهذا الرفض. لم يأتي أي رفض رسمي مطلقا، لم يأتني أي رفض بإمضاء أي مسؤول، لا، فهي زوبعة في كأس وشوشرة في الإعلام. طيب. ولكن لا شيء رسمي بالنسبة إلي، ولذلك لم أرد على أحد، وإنما
نشرت بيانا حول حيثيات القضية وتاريخها وملابساتها. طيب فقط لا أدخل في جدل مع أحد. طيب لا تدخلون في جدل. ما حدث يؤشر على عمق القطيعة بين المغرب والجزائر، هذه القطيعة التي ستدخل عامها الثالث في آب أغسطس المقبل مع تزايد وتيرة حتى التسلح بشكل غير مسبوق لدى الطرفين. هل حاولتم في اتحاد المغرب العربي القيام بوساطة لرأب الصدع بين البلدين؟ يمكن أن أقول أني حاولت عدة مرات، ولكن لم تؤتي المحاولات أكلها مع الأسف الشديد، بل تطورت نحو مزيد من التصعيد بقطع العلاقات ومنع الطيران المدني إلى آخره. كان هذا هو الفيديو، ما تنسوش دعموا القناة، هذا فضلا وليس أمرا، واللي ما مشترك في القناة يشترك معنا باش يوصلوا كل جديد ديالنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.